لهذا السبب رئيس الخطوط الكويتية يستقيل من منصبه. قالت مصادر خاصة لنا أن الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط الجوية الكويتية المهندس معن رزوقي قد تقدم باستقالته من منصبه يوم أمس. وتأتي استقالة رزوقي على واقع تدخلات رئيس مجلس إدارة شركة الخطوط الجوية الكويتية، عقبها استقالات أخرى على مستوى الإدارة التنفيذية. وقال رزوقي في كتاب استقالته أن رئيس مجلس الإدارة وبعض الأعضاء جاءوا بحكم مسبق على عدم جدوى استراتيجية الشركة وحظها وخطتها التنفيذية دون النظر في النتائج والأرقام المحققة في آخر 3 سنوات أو مناقشتها تفصيليا حتى ورسميا أو حتى طلب إيضاح أسس العمل القيادي الرشيد، مؤكدا أن ذلك خلق حالة من عدم الاستقرار يشوبها السلوك الشخصي البعيد عن المهنية. وأوضح أن الرئيس وبعض الأعضاء طالبوا من عدد من مسؤولي الإدارات الحيوية المنوط بها تشغيل الأسطول ونقل المسافرين تقديم استقالاتهم رغم قيام تلك الإدارات بعملها على أكمل وجه خلال موسم الصيف، إضافة إلى التوفير الكبير في كلفة التشغيل نتيجة لتطبيق إجراءات تدعم التوجه العام للشركة في تخفيض المصروفات وتعظيم الدخل وفق أسس ومعايير محددة. تجدر الإشارة أيضا إلى أن الرزوقي كان عين بهذا المنصب في سبتمبر من العام 2021. الجدير بالذكر أيضا أن الشركة قد قلصت خسائرها من نحو 107 ملايين دينار كويتي إلى 55 مليون دينار في عام 2022 بنسبة تبلغ نحو 50%، وحققت إيرادات في نهاية عام 2022 بما يفوق 400 مليون دينار. انقطاع الكابل الكهربي يضعف من خدمة الإنترنت في الكويت. أعلنت الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات الكويتية أن بعض شركات الاتصالات تأثرت يوم الاثنين الماضي بضعف تقديم خدمة الإنترنت لمشاركيها نتيجة انقطاع الكابل الدولي الذي يربط شبكة الكابلات الدولية في الكويت بشبكة الاتصالات للشركات المشغلة والمشغلة للكابلات. وقالت الهيئة أنه يجرى اتخاذ الإجراءات لإصلاح القطع من قبل فريق عمل الهيئة لاستعادة حركة نقل البيانات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن. من جانب آخر، أعلنت وزارة المالية الكويتية اليوم أن أحد أنظمتها تعرض لمحاولة اختراق في الساعات الأولى من الصباح، لكن الوزارة واصلت العمل بشكل طبيعي. وذكرت الوزارة في بيان لها أنه تم تفعيل أنظمة وإجراءات الحماية وجرى تقييم مستوى محاولة الاختراق. وأضافت الوزارة أيضا أن إجراءات تحويلات الرواتب لن تتأثر بالاختراق. الإحصاء الكويتية تجري مسح للمؤسسات وشركات القطاع الخاص. أعلنت المدير العام للإدارة المركزية للإحصاء بالإنابة منيه القنبدي عن تنفيذ الإدارة للمسح الإحصائي للمؤسسات والشركات بالقطاع الخاص، وذلك التزاما من الكويت بتنفيذ التوصيات الوزارية للمجلس الإحصائي الخارجي لتوفير بيانات مشروع السوق الخارجية المشتركة.